برشلونة عينه فجأة على نجم الجزائر اللي عنده 20 سنة بس، واللي هيخليك تقول يا بخت الجزائر بيه. اللاعب ده ابو الكباتن بيسموه مارادونا يعني. تخيل ده عامل شغل جامد قوي ابو الكباتن مع الجزائر في افريقيا ما شاء الله. في 3 ماتشات بس سجل هدفين وصنع جول. برشلونة خلاص بدأ يركز على الماس جديد طالع من افريقيا، الجزائري ابراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن. وبحسب ابو الكباتن صحيفه موندو ديبورتيفو كشافي برشلونة بيتابعوا مازا ماتش بماتش، خصوصا بعد ما اثبت نفسه مع ليفركوزن وسجل 4 اهداف وصنع 3 في 21 مباراة، وهو لاعب وسط هجومي. ده مش بس كده ابو الكباتن، مازا كمان بيعرف يلعب كصانع العاب وكمهاجم ثاني، وكمان بيلعب كجناح على الطرفين، يعني مرونة تكتيكية عالية جدا. يا بخت فليك بيك يا عم مازا، لاعب ما شاء الله رايق يا ابو الكباتن يكيفك. كمان جريء وبيتقدم بالكرة للامام ما بيخافش، وانا بحب النوعية دي من اللعيبة قوي. بس يا ابو الكباتن هنا في مشكلة، عقده مع ليفركوزن ممتد لحد 2030، يعني الصفقة دي مش سهلة ابدا على برشلونة. والسؤال بقى دلوقتي يا ابو الكباتن، ليه برشلونة مصرة على مازا بالشكل ده؟ علشان ببساطة شايفين فيه مشروع نجم عالمي، ولسه الحكاية مكملة.